عاوزة تكتبي أهداف السنة الجديدة ولسه مش عارفة تبتدي منين؟ ورقة وقلم واكتبي ورايا. أول حاجة هقسم أهدافي المستويات: علاقتي بنفسي، علاقتي بربنا، صحتي، جسمي، بشرتي، شغلي، علاقتي مع المال، السفر، علاقاتي، وآخر حاجة الفيجن بورد، ودي هنتعلم نعملها ازاي مع بعض. أهم حاجة وأنا بكتب الأهداف إني أكتبها بصيغة المضارع علشان أحس إن أنا عايشاها فعلا، فعقلي يصدق ويبتدي ياخد خطوات ناحيتها. أول حاجة علاقتي مع نفسي، هكتب خطوات إزاي أزود ثقتي بنفسي، إزاي أحط حدود، إزاي أوازن بين الأخذ والعطاء، إزاي أتحكم في غضبي، إزاي أحب نفسي أكتر. كل واحدة من دول أنا عاملة عنها فيديو منفصل وهحطهولك دلوقتي في الفيديو، ولو انتي سمعتيهم وفي حاجة واقفة معاكي اسأليني في الكومنتات هرد عليكي، ولو مش قادرة تسمعيهم اسأليني اللي انتي عايزاه وانا هرد عليكي. طيب أمثلة، يعني هكتب ايه؟ ازاي أحب نفسي؟ هكتب إني بقضي وقت جميل معايا، بشرب مشروب دافي كل يوم، عندي وقت مخصص لنفسي من الساعة 6 للساعة 6 وربع بقضيه مع نفسي وأنا مستمتعة، بحط أهداف اليوم، بخطط ليومي، بخطط لحياتي، حتى لو ما بعملش أي حاجة أنا بقضيه مع نفسي. تاني حاجة علاقتي مع ربنا، مهم قوي إن أنا أشكر ربنا على الحاجة اللي نفسي يزودها لي. ربنا سبحانه وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. قعدة حلوة مع زوجي، كلام حلو ابني قالهولي، أي حاجة حابة إن ربنا يزيدك فيها اشكري ربنا عليها كل يوم. في علاقتي مع ربنا مهم قوي إن أنا أدعي باسم الله الوهاب. ليه الوهاب تحديدا؟ لأن الوهاب هو بديها لك هبة، ساعتي ما ساعتيش، تستحقي ما تستحقيش، انتي ربنا بيهبك ده. كمان أنا هكتب بصيغة المضارع، أنا بصلي صلواتي الخمسة في وقتها الصح. هكتب إن أنا كل يوم بقرأ آيتين، كل يوم بتعلم آيتين وبعرف ربنا عاوز مني فيهم إيه، كل يوم بساعد حد بنية إن أنا ربنا كمان يساعدني في حياتي. علاقتي مع جسمي وصحتي وبشرتي، كل يوم أنا بكتب إن أنا بمارس رياضة كل يوم 10 دقايق، أنا بمشي نص ساعة كل يوم، أنا بقلل السكر. بشرتي وشعري مهم قوي لو فيهم اي مشاكل ان انا اروح لدكتور علشان اعالج المشاكل دي، لكن لو انا تمام والدنيا تمام ما اروحش اجيب ب200 الف جنيه حاجات واقول انا كده وبعدين ينتهي صلاحيتهم وانا ما استخدمتش اي حاجه فيهم. احنا هنمشي على روتين بسيط، غسول للبشره ومرطب كل يوم، حاجات بسيطه بس تلتزمي بيها كل يوم. انزلي تمشي كل يوم نص ساعه مع نفسك، مع حد من اهلك، مهم يبقى ليكي وقت مخصص لنفسك. الشغل والمال، لو انتي مثلا بتقبضي 3000 جنيه انا هعمل خطة ازاي يبقوا 4. بلاش اعمل خطة ان هم ازاي يبقوا 20,000 جنيه. خليني واقعي في احلامي علشان ما يجيليش احباط. مفيش حاجة بعيدة على ربنا وهتحصل لك بإذن الله، بس نبتدي بخطوات صغيرة عشان عقلي يستوعبها. فايه اللي انا هعمله؟ هدور على المهارة اللي ناقصاني في شغلي. يعني مثلا لو انا ببيع اونلاين، ادور ازاي احسن جودة الصور بتاعتي واعرضها بشكل كويس. السفر، أول حاجة إن أنا ابتدي بأماكن قريبة مني أسافر فيها واستمتع، حتى لو البحر، أطلع البحر أشم هوا جميل وأستمتع بيه. واحدة واحدة عقلي هيستوعب فكرة السفر ويبتدي يتقبلها. علاقتي مع أهلي، أنا بعمل دوري حتى لو اللي حواليا مش بيعملوا دورهم، إن أنا أكون دافية وحنونة. علاقتي مع شريكي، بكتب خطوات تخلي علاقتنا أحسن. ايه الحاجات اللي هو بيتضايق مني فيها واحاول اصلحها واكتبها، ان انا بقيت اهدى مع زوجي، ما بقيتش ارد عليه في كل حاجه، بقيت احتويه، بقيت ادي عاطفه. ولو انتي لسه مش مرتبطه بتكتبي بصيغه المضارع، انا بعيش حياه جميله مع زوجي وابتدي اعدد صفاته اللي انا بحبها وعاوزاها في بيت هادي شكله كذا، انواره كذا، كل اللي انتي عايزاه اكتبيه كانه موجود في المضارع. علاقتك مع صحابك، مهم قوي ان انا ارتب خروجه كل فتره نبقى فيها بنات مع بعض بنضحك وبنتبسط، ده بيزود الانوثه بتاعتي، اكتب خطه لده. اخر حاجه الفيجن بورد. الفيجن بورد دي بعمل ايه؟ طبعا كلنا عندنا الاي اي واقدر احط صورتي في المكان اللي نفسي اسافر فيه، شكل جسمي اللي انا حباه، الاكل الصحي اللي انا نفسي اكله والتزم بيه، وهكذا. كل حاجه انا عايزه اعملها بعملها بالاي اي وبطبع الصوره وبحطها في الفيجن بورد تبقى قدامي. بعمل الفيجن بورد بتاعتي وبحطها في مكان اول ما بصحى من النوم بشوفها ودايما تكون موجوده قدامي. طيب ايه المعوقات اللي تخليني بكتب اهداف كل سنه ومش بتتحقق؟ اول حاجه اني بكتب اهداف خياليه مش قابله للتحقيق في الواقع. رقم 2 اني ما بقاش مصدقه الهدف اللي انا كتبته. سيدنا يوسف كان مسجون، كان مظلوم وبعيد عن أهله، وطلب من ربنا إن هو يمسكه خزائن الأرض،
وعدد صفاته الحلوة، طلب من ربنا التمكين في الأرض، فربنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يعني ادعي ربنا باللي انت نفسك فيه، مفيش حاجة بعيدة على ربنا، خلي عندك يقين.